الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه بالهوان في دار العذاب والانتقام. نحمده سبحانه على ما أفاض علينا من الإنعام. هو الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تبصرة لأولي القلوب والأبصار، وتذكرة لأولي الألباب والاعتبار. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، خير مقتدى به وإمام، صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام. ورضي الله عن آله وأصحابه الأعلام. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، نجتمع في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، في هذا المكان المبارك مسجد قباء، لنتأمل ونقف مع أنفسنا وقفة لعلنا أن نستيقظ بها من غفلتنا، ونصحو من رقدتنا، ونحيي ما مات من همتنا، ونبيض صفحتنا، ونتدارك هفوتنا، لعلنا أن نكون بركب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه من اللاحقين، وعلى هداهم من السائرين، وبالصالحات من العاملين، وللسيئات من القالين. لعلنا أن نكون عند الموت من المبشرين، وعند السؤال من المثبتين المسددين، وفي قبورنا من المكرمين، وعند لقاء ربنا من الآمنين، وعلى الصراط مثبتين متجاوزين، وبجنات ربنا من الفائزين، وعن النار من المزحزحين. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يولد الإنسان في الدنيا فيلهو بها ويتعلق بها ويفتتن بعيشتها إلا من رحم ربك، لا سيما في هذا العصر الذي نعيشه، حيث تضافرت أسباب الغفلة وكثرت أسباب الفتنة، وأصبح الإنسان يغرس في قلبه حب الدنيا والتعلق بها من صغره، فلا يسمع من الكلام إلا الكلام عن المستقبل الدنيوي وماذا يريد أن يكون، ولا يشاهد إلا أفلام الكرتون والعفن الملعون، فيعيش على هذا ويكبر على هذا ليعيش مع غيره في هذه الدنيا كما يعيش معظمنا، يعمل لها كأنه سيعيش فيها أبدا ولن ينتقل منها إلى دار أخرى. همه في حياته تحصيل الأموال والمتع، تفكيره منحصر في طريقة كسب الأموال وتحصيل الملاهي وغيرها من أمور الدنيا الفانية، ولا يذكر الله إلا قليلا. تراه مع أقرانه إذا ذكرت الدنيا وطريقة كسبها ترى آذانهم صاغية وقلوبهم واعية، ولا يملون المجلس ولو تحدث معهم يوم كامل. وإذا ذكرت الآخرة انصرفت قلوبهم إلى التفكير، وأخذوا ينظرون في ساعاتهم ينتظرون متى ينتهي الحديث، وقد يقوم أحدهم قبل أن ينتهي الحديث. شغلتهم الدنيا عن الآخرة، وعما خلقوا لأجله هم معرضون، وبالدنيا الدنية منهمكون. اتبعوا الشهوات فلم يحرصوا إلا عليها، واشتغلوا بالملذات فلم يلتفتوا إلا إليها. ألهتهم الأموال والأولاد والملاة، فليس فيهم خائف ولا خاشع ولا أواه. نظروا في حال الدنيا فلم ينكشف لهم سوء حالها ومآلها،
بل غرتهم بآمالها، فبرزت لهم بمفاتنها وزينتها ففتنتهم، فإليها أخلدوا وبها رضوا ولها اطمأنوا، حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته، فأهملوا حقوق الله وما قدروا الله حق قدره، ولم يراعوا لانهماكهم في الدنيا أوامر الله ونواهيه، أقاموا الدنيا فهدمتهم، واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم، أكثروا فيها من الآمال، واغتروا بطول الآجال، ونسوا الموت وما وراءه من أهوال، افتتنوا بالدنيا مع قصار النظر، ونسوا أنها من محقرات الأمور التي لا يغتر بها العقلاء، وأنها لعب لا ثمرة فيها إلا التعب، ولهو تشغل عما ينفع، وزينة لا تفيد المفتون بها شرفا، وتفاخر بالأنساب والعظام البالية، ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد. ومع كل هذا فهي سريعة الزوال، كمثل مطر أعجب الزراع نباته، الذي يبدأ صغيرا ضعيفا ثم يتحرك وينمو إلى أقصى ما قدره الله له، ثم سرعان ما تراه مصفرا ذابلا متغيرا بعدما كنت تراه مخضرا ناضرا، ثم يصير يابسا متكسرا. نسوا ما بينه الله عز وجل لهم من حقارة هذه الدنيا وسرعة زوالها تزهيدا فيها وتنفيرا من الانهماك في طلبها. نسوا أن في الآخرة أعظم الآلام لمن عصى الله وانهمك في الدنيا ونسي الآخرة وفعل المحرمات لتحصيل لذة فانية، وأن في الآخرة أعظم الإكرام لمن أطاع الله عز وجل وعرف قدر الدنيا فطلبها بالحلال ولم تنسه الآخرة. لم يتدبروا في قول ربهم سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اشتغلوا بتدبير أمور الدنيا والاعتناء بمصالحها والتمتع بملاذها عن ذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر أنواع العبادات، فكانوا هم الخاسرين الخسارة الكاملة، حيث باعوا النفيس الباقي بالخسيس الفاني، ولم يلتفتوا إلى قول ربهم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قصروا هممهم على تحصيل الدنيا، وكان مثلهم الذي يحتذى وقدوتهم التي تقتدى أهل الدنيا الفانية، ولم يتدبروا فيما أخبرهم الله عز وجل من القصص الحق لمن تطلعوا للدنيا، ولم يزنوها بالميزان الشرعي، حيث قال سبحانه عن قارون: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لم يتبينوا حقارة الدنيا وهوانها وأنها لا تساوي عند الله شيئا، فغفلوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.
ولم يتأملوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بالسوق فمر بجدي أسك ميت فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وغاب عن عقولهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على سخلة مطروحة ميتة فقال: أترون هذه هانت على أهلها؟ فقيل: يا رسول الله من هوانها ألقوها. قال: فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. هذه الغفلة العظيمة يا عباد الله جعلتنا نتعلق بالدنيا ونتكالب عليها. وقديما قيل: مثل طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما زاد شربا منه زاد عطشا حتى يقتله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. هذه الغفلة يا عباد الله والتعلق بالدنيا زادها أن الدنيا فتحت علينا فتنافسناها وكثر بيننا الحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. هذه الغفلة العظمى يا عباد الله قادت إلى طامة كبرى ومصيبة عظمى، فتناسى الكثير منا اليقين الذي يقطع به كل إنسان ويعلم أنه إليه واصل. تناسينا أن الليالي والأيام مطايا تحملنا إلى الآخرة، كما قال الحسن: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. وقال: يا ابن آدم إنما أنت بين راحلتين مطيتين يوضعك الليل إلى النهار ويوضعك النهار إلى الليل حتى يسلمانك إلى الآخرة. وقال داود الطائي: إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهى بهم إلى آخر سفرهم، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك. وكتب بعض السلف إلى أخ له: يا أخي يخيل إليك أنك مقيم، بل أنت دائم السير، تساق سوقا حثيثا إلى الموت، الموت متوجه إليك، والدنيا تطوى من ورائك، وما مضى من عمرك فليس راجعا إليك. نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل. عباد الله أيها الأحبة، إننا في كل يوم نقرب من الموت خطوة، والله أعلم متى تنتهي الخطوات، والموت لا بد لنا واصل ولا بد بنا نازل، فالموت يقين لا مدفع له، إن تناسيناه لا ينسانا، وإن غفلنا عنه لا يغفل عنا. لا تدفعه قصور مشيدة ولا أموال مجموعة ولا شباب قوي ولا قبيلة منيعة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.
يهجم على الشاب الفتي والفارس القوي ويأخذ الشيخ الهرم وينتزع الطفل من حضن أمه كتبه الله على عباده، وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام. فما من عبد مهما امتد أجله وطال عمره إلا هو نازل به. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يموت كل صغير وكبير، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، يموت كل فاجر وشقي، يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، يموت كل مجتهد وراقد، يموت كل صحيح وسقيم. ولا بد بنا نازل، فالموت يقين لا مدفع له. إن تناسيناه لا ينسانا، وإن غفلنا عنه لا يغفل عنا. لا تدفعه قصور مشيدة، ولا أموال مجموعة، ولا شباب قوي، ولا قبيلة منيعة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يهجم على الشاب الفتي والفارس القوي ويأخذ الشيخ الهرم وينتزع الطفل من حضن أمه كتبه الله على عباده، وانفرد جل شأنه بالبقاء والدوام. فما من عبد مهما امتد أجله وطال عمره إلا هو نازل به. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يموت كل صغير وكبير، يموت كل أمير ووزير، يموت كل عزيز وحقير، يموت كل غني وفقير، يموت كل نبي وولي، يموت كل نجي وتقي، يموت كل فاجر وشقي، يموت كل زاهد وعابد، يموت كل مقر وجاحد، يموت كل مجتهد وراقد، يموت كل صحيح وسقيم، يموت كل مريض وسليم. كل نفس تموت غير ذي العزة والجبروت. المرء يخدعه مناه والدهر يسرع في بلاه. الحمد لله الذي يبقى ويهلك ما سواه. فالموت حتم لا محيص عنه وحق لا مكذب له. ترى ابن آدم ممتلئا صحة وعافية، ممتلئا آمالا وأحلاما، ثم في لحظة يسيرة تراه وقد استحال جثة هامدة وتعطل سمعه وبصره. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم قد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فما أقرب الموت يا عباد الله، ما أقربه. كل يوم يدنو منا وندنو منه، وليس بيننا وبينه إلا أن يبلغ الكتاب أجله. فإذا نحن في عداد الموتى إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أيها الأحبة، أيها الإخوة، شغلتنا الدنيا وألهانا التكاثر في الأموال والأولاد والتنافس في أمور الدنيا كما ألهى كثيرا ممن كان قبلنا. فتعالوا بنا عباد الله، تعالوا بنا نتأمل في هذا اليقين، لعلنا ننتبه قبل أن نزور المقابر، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. تعالوا بنا عباد الله لنكون من الأكياس الفطناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس
أولئك الأكياس. تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرم. عباد الله، إن التفكر في الموت وما بعده قد قطع قلوب الصالحين. بكى النخعي عند احتضاره وقال: أنتظر ملك الموت، لا أدري بما يبشروني، بالجنة أو النار. وقال إبراهيم بن أدهم: إن للموت كأسا لا يقوى عليها إلا خائف وجل، مطيع لله كان يتوقعها. وجزع الحسن بن علي رضي الله عنه عند موته وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. وبكى الحسن البصري وقال: نفيسة ضعيفة وأمر مهول عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان حبيب العجمي يبكي ويقول: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، وأسلك طريقا ما سلكته قط، وأزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، وأشرف على أهوال ما شاهدتها قط. أيها الأحبة، أيها الإخوة، جاء في القرآن وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحصل للعبد الضعيف عند الاحتضار وبعده، كأننا والله نراه رأي العين. فقال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالمفرط الظالم يا عباد الله إذا حضره الموت يندم ندما عظيما إذا رأى مآله وشاهد قبح أفعاله، فيطلب الرجعة للدنيا، لا ليزيد عمارة، ولا ليربح في تجارة، ولا لينافس في دنيا، ولا للتمتع بملذاتها واقتطاف شهواتها، وإنما والله يطلب الرجعة لعله يعمل صالحا فيما ترك من العمل. وهيهات هيهات أن يجاب، فقد فات ذاك ولم يبق إلا الحساب. تفكر يا أخي في هذه الساعة العظيمة، إذا حيل بينك وبين شهواتك وانقطعت عنك فرصة الأعمال الصالحة، وهجمت عليك الشدائد العظام، ووقعت في الأخطار الجسام. وهناك لو تمنيت أن ترجع لتسجد سجدة واحدة ما أجيب نداؤك ولم تعط سؤلك، فقدم لنفسك صالح العمل، واعلم أنك في كل يوم تموت الموتة الصغرى، ثم يمن الله عليك بالرجوع إلى الدنيا بعد موتك. فاحرص يا عبد الله، فاحرص يا أيها الضعيف في كل يوم جديد على أن تعمل صالحا فيما تركت من الأعمال في الأيام الخالية، قبل أن تأتيك الموتة الكبرى فلا تستطيع الرجوع. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فحق لمن رد الله عليه روحه بعدما أماته وأمهله في الدنيا مهلة أن يعمل صالحا فيما ترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. فاحمد الله يا عبد الله، احمد الله الذي أمهلك في الدنيا وأذن لك بذكره، واغتنم بقية أيامك. وإياك ثم إياك أن تفرط
فإن كل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيرا ليستدرك ما فات، وهيهات هيهات قد كان ما كان والحساب آت. فيا عباد الله، يا عباد الله، البدار البدار قبل الفوات، والحذار الحذار من يوم الغفلات، قبل أن يقول المفرط رب ارجعون فيقال هيهات هيهات قد فات ما فات. واعلموا عباد الله أن الميت عند الاحتضار يلاقي أهوالا، وقد يكون بين أبنائه وخلانه وهم لا يدرون بما يحصل له ولا يستطيعون إيصال خير له، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيرد إلى الأرض، إلى أن قال وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود كثير الشعب من الصوف المبلول، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم
أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. وروى ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر. ثم إذا غسل الميت وكفن وصلي عليه وحمله الناس حدث له ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، حيث قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. وتحمل الجنازة حتى يصار بها إلى القبر. وما أدراك ما القبر؟ تلكم الحفرة الضيقة التي قطعت قلوب الصالحين. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ويسير خلف الجنازة يا عباد الله ما جمعه العبد في الدنيا، أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإذا أهيل عليه التراب في تلكم الحفرة الضيقة حصل له ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت عنه أنه قال في المؤمن: تعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خط نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير. من أنت؟
فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له اسكن. وقال صلى الله عليه وسلم في العبد الفاجر تعاد روحه في جسده قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاهن لا أدري فيقولان له وما دينك فيقول هاهن لا أدري فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال محمد فيقول هاهن لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا في طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة. وفي القبر يا عباد الله أنواع من العذاب ويعذب أقوام ومن هؤلاء يا عباد الله أقوام لا يتجنبون البول ولا يتحرزون منه وأقوام يمشون بالنميمة بين الناس فينقلون الحديث بينهم على سبيل السعاية والإفساد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. ومما ينبغي أن نعلمه يا عباد الله أن التخفيف عنهما لم يكن بسبب الغصنين وإنما كان بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الغصنان علامة على مدة التخفيف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. وبهذا نعلم يا عباد الله خطأ أولئك الأقوام الذين إذا مات لهم ميت وضعوا على قبره غصنا أو زرعوا على قبره شجرة فإن هذا من الخطأ العظيم ومن سوء الظن بالميت ومن الأمور التي لا تنفع فإن الغصنين لم يكونا لينفعا صاحب القبر
وإنما هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. قلنا: فيما ذلك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. مسكين يا ابن آدم، مسكين يا ابن آدم، كل هذه الأهوال من ورائك وأنت عنها تتغافل وتتناسى، ورضيت بدار حلالها حساب وحرامها عقاب. إن أخذته من حلال حوسبت عليه، وإن أخذته من حرام عذبت به. إن استغنيت فيها بمالك تعلقت بها وفتنت، وإن افتقرت فيها حزنت. إن أحببتها أذلتك، وإن ركنت إليها أعمتك. فهنيئا أيها الأحبة، هنيئا لمن نظر إلى الدنيا بعين البصيرة فأيقن أن نعيمها ابتلاء، وحياتها عناء، وعيشتها نكد، وصفاءها كدر، وأهلها منها على وجل. فعلم أنها ظل زائل ونعيم حائل وأضغاث أحلام سرعان ما تزول. وعرف أن هذه الحياة الفانية إنما هي طريق إلى الباقية، فاستراح قلبه وبدنه وسلم له دينه، وكان عند الله من المحمودين. فطلب الأمور الدنيوية بالحلال، ولم تشغله دنياه عن طاعة مولاه، وجعل النفس الأخير وما وراءه نصب عينيه، وتدبر ماذا يكون مصيره، وفكر كيف يخرج من الدنيا وإيمانه سالم له، وتدبر ما الذي يبقى معه في قبره فأكثر منه، وتأهب للسفر، وأعد الجواب للحساب، وقدم الزاد للمعاد. فهنيئا له، خاف فأمن، وأحسن ففاز. علم أن الدنيا مولية عنه والآخرة مقبلة إليه، فاشتغل بالمقبلة ولم يغتر بالمدبرة. فانظر يا أخي فيما أمامك من أهوال، فانظر يا أخي فيما أمامك من أهوال، وتصور ذلك بعين البصيرة، وأطل في ذلك فكرك. فإن أسلم الناس من الأهوال من طال فكره فيها في الدنيا حتى أورثه الفكر بإذن ربه خوفا يعين على طاعة ربه ويحجزه عن المحارم. ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخذته يوم أجمع عبادي، وإن هو أخافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فيا عباد الله، يا عباد الله، ما أحسن حال من ذكر الموت فعمل لخلاصه قبل الفوت، وأشغل نفسه بخدمة مولاه، وقدم من دنياه لأخراه، ورغب في إدراك دار لا يزول نعيمها ولا يهان كريمها. فاسعوا عباد الله، فاسعوا في فكاك رقابكم، وأجهدوا أنفسكم في خلاصها قبل أن تزهق. فوالله ما بين أحدنا والندم والعلم بأنه زلت به القدم إلا أن تنزل به سهام المنية، فإذا الندم لا ينفع، وإذا العذر لا يسمع، وإذا النصير لا يدفع، وإذا الذي فات لا يسترجع. فكأني بنفسك وبك يا أخي، وقد بكى علينا الأهل والخلان، ونادى علينا المنادي: مات فلان ابن فلان. ونقلنا عن الأحباب وحملنا إلى أرماس التراب. فيا أخي، يا غافلا مثلي، إلى متى الغفلة والتناسي؟ وكأنك بالموت قد فاجاك، وملك الموت قد وافاك، فيئس منك الطبيب، وفارقك الحبيب، وتوجع لفقدك كل قريب. فوقعت في الحسرة، وجفتك العبرة، وبطل منك اللسان بعد الفصاحة والبيان.
وأدرجت في الأكفان وأزعجت عن الأوطان، وصار القبر مأواك وإلى يوم القيامة مثواك، ونسيك الأهل والخلان، وإن كان لك منزل سكنوا، وإن كان لك مال اتسموا. فعد يا أخي إلى ربك وأفق من غفلتك وأحسن عملك قبل أن يحل الموت بصاحتك ويحول بينك وبين ما تريد وأنت في النزع والكرب الشديد. لا والد يدفع عنك ولا وليد، ولا عشيرة تحميك ولا قصر مشيد. أليس ذلك بك يا عبد الله نازل؟ بلى وعزة الكبير المتعال. فابك الآن حيث ينفعك البكاء قبل حلول الحسرة والندامة، حيث لا تنفع استكانة. فاذكر حالك أيها الغافل يوم تقلبك على المغتسل يد الغاسل، وقد زال عزك عنك وسلب مالك منك، لا تستطيع أن تمد يدا لتستر عورة، وأخرجت من بين أحبابك وجهزت لترابك، وأدخلك أحب الناس إليك إلى قبرك فأسلمك للدود، وصرت مرتهنا بين اللحود، وبكى عليك الباقون قليلا ثم نسوك دهرا طويلا، فتغيرت منك المحاسن والحلا، وتحكم في أعضائك البلا، وقطعت في الأكفان وسعت إليك الديدان. يا أخي انتبه لما ذكرته، واحفظ ما وصفته، وتيقظ لما نقلته، وعليك بالصوم والاجتهاد والطاعة لرب العباد، ومراقبته في الليل والنهار، وقيام الليل والتضرع في الأسحار، فعمرك أنفاس معدودة وعليك رقيب يحصيها. لا تنسى الموت فإنه لا ينساك، وبادر إلى حسن العمل فأنت في فسحة ومهل، وتب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل، واستعذ من ذنوبك يا مسكين قبل عرق الجبين، وقبل أن يكثر حولك البكاء والحنين، فتقتلك الحسرة على مفارقة الأهل والبنين، والندامة على ما فرطت فيما مضى من السنين. ولا ينفعك ما جمعت من الأموال في الشهور والسنين، ثم أنت في قبرك لعملك رهين إلى يوم عرضك على أسرع الحاسبين. تأمل يا أخي، تأمل يا ضعيف، تأمل يا عبد الله فيما أخبرك عنه نبيك صلى الله عليه وسلم من انقسام الناس عند الاحتضار وحمل الجنازة ودخول القبر إلى فريقين، فريق الصالحين وفريق المسيئين. وتأمل في أعمالك وما أنت فيه اليوم، وانظر إلى أي الفريقين تسير، فإن وجدت خيرا في أعمالك فزد خيرا إلى خير، واعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن العقبة كؤود والأهوال عظيمة، والنجاة والفوز منها للصالحين. وإن وجدت أنك سريع إلى معصية الله، بطيء إلى طاعة الله، بيتك مليء بما يطرد الملائكة ويرحب بالشياطين، بصرك مليء بالنظر إلى المحرمات، وسمعك محشو بسماع ما يغضب الله، ولسانك لا يلهج إلا بما لا يقرب من الله، وكل عضو من أعضائك قريب إلى حزب الشيطان بعيد عن حزب الرحمن. فانتبه لنفسك وعد إلى ربك، وتب من ذنبك، وابك على خطيئتك، واندم على ما فات من جرمك، واترك كل ما علمت أنه يغضب ربك، واعزم على أن لا ترجع إليه، فإذا بك تعود طاهرا تقيا برا نقيا كمن لا ذنب له. واحرص على أن تكون أيامك القادمة أياما تسرك إذا لقيت ربك. انظر يا أخي في حالك اليوم، هل أنت محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه عامل بما يقربك إليهم، أم أنك محب للشيطان وصحبه عامل بما يقربك إليهم؟ واعلم أنك ستحشر مع من أحببت، فاختر لنفسك يا عبد الله. فيا عباد الله أيها الأحبة، التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة، فيحصل المفرط على الندم والخيبة.
الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة، فقد قرب وقت الفاقة. وكونوا كما قال القائل: زجر الوعظ فؤادي فارعوا، وأفاق القلب مني وصحا. عباد الله، تأملوا في أحوالكم وتقلب الأيام بكم، فإن في ذلك والله لعبرة، وإن فيها لفكرة. بالأمس القريب استقبلتم عاما جديدا وودعتم عاما شهيدا، عام مضى من أعمارنا، فسبحان الله، أيام تطوى وشهور تقضى، وكل ما مر منها ينقص من أعمارنا وأعمارنا تقضى. فالعمر معدود والأجل محدود، وما ذهب منه لا يعود، وكل يوم يمضي ينقص في أعمارنا. كل عام ينقضي يقربنا من آجالنا. يقول أحدنا بذهاب العام: زاد عمري سنة، وحقيقة الأمر أن عمره نقص سنة. فكيف يفرح بمرور الأيام ويزداد تعلقه بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم عامه، وعامه يهدم عمره؟ أيها الإخوة، في عامنا الماضي تأملوا كم من الجلسات جلسناها، وكم من ضحكات ضحكناها، وكم من لحوم محرمة بالغيبة أكلناها، وكم من المحرمات ارتكبناها، وكم من الملاهي لعبناها، وكم من سهرات على المحرمات سهرناها، وكم. فما الذي بقي منها يا عباد الله؟ والله لم يبق منها في الدنيا شيء، لكن ورب الكعبة بقي منها أهم ما فيها. بقي منها حسنات كتبت في صحف المحسنين، وسيئات سودت صحف المسيئين. بقي منها الزاد ليوم المعاد الذي لا بد أن يصير إليه جميع العباد. ألا ترون عباد الله أن مرور الأيام وسرعة زوالها يكشف لكل ذي لب أن حال الدنيا ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه، حيث قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. بلى والله، هذا هو حال الدنيا، ولا يبقى للإنسان منها إلا ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فاتقوا الله أحبتي في الله، تأملوا فيما مضى من أعماركم كيف مضت سريعة كأنها والله لحظات. تأملوا في شهركم هذا الذي فات كيف مرت أيامه كأنها والله لحظات، وإنها والله أعمارنا تطوى، وإنها والله أعمارنا تطوى، وإنها لتقربنا من الموت يوما بعد يوم. فلنتق الله عباد الله، واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير. فالله الله عباد الله، الله عباد الله، إن أرواحكم عندكم أمانة ومستودعة، والله أعلم متى يأخذ الوديعة. اتقوا الله في أنفسكم واعملوا بجد فيما يرضي ربكم. كونوا من عباد الله المخلصين، كونوا من عباد الله المخلصين، واعملوا بالصالحات واهجروا السيئات، وتقربوا إلى ربكم سبحانه بكل ما يرضيه. اجعلوا همكم أن تبحثوا عن الأمور التي ترضي ربكم فتقبلون عليها بكل أحوالكم، واجعلوا همكم أن تنظروا في الأمور التي تغضب ربكم فتكونون من أبعد الناس عنها. كونوا أيها الأحبة قريبين من طاعة الله، بعيدين من معصية الله، فإن العمل الصالح أنيس للمقبور في قبره، وإن العمل السيء موحش للمقبور في قبره. وأنت يا عبد الله تعمل وتمهد لنفسك اليوم، وغدا تجازى وتحاسب. أنت يا عبد الله تعمل اليوم، وغدا تجازى وتحاسب. فانظر، وقد بين الله عز وجل لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كل ما يؤدي إلى خير. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم
إلا وقد بين لنا كل شيء ودلنا على كل خير، بين لنا الحلال وبين لنا الحرام وحذرنا من كل سوء، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. فاتقوا الله أيها الأحبة، لا تلهكم الدنيا ولا يلهكم التكاثر، فإنها والله زائلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. والله إن هذا لهو الميزان، وهو الميزان الحق لكل ما نحن فيه يا عباد الله. والله إن كل ما في الدنيا إما أن يبلى وإما أن يفنى وإما أن يكون صالحا نقدمه أمامنا فيبقى، وما سوى ذلك فإنا والله ذاهبون وتاركوه للناس. تأملوا عباد الله وتدبروا في الأحوال واعتبروا بغيركم، فإن العاقل من اتعظ بغيره، وإن الأحمق من اتعظ به غيره. تأملوا يا عباد الله كم دفنا من الأبناء، وكم دفنا من الآباء، وكم دفنا من الإخوان. ما الذي بقي لهم في الدنيا؟ والله بكينا عليهم قليلا، بكينا عليهم قليلا، وأرخينا الدموع قليلا، ثم نسيناهم. وقل من يذكر قريبه فيدعو له في صلاته أو يدعو له في دعائه، ينسون مع الدنيا. أنتم يا عباد الله تعملون الأعمال وتكدحون في الدنيا، وقد ينسى أحدنا الآخرة من أجل تحصيل الأرزاق. وإذا سألته قال أؤمن مستقبل أبنائي، أؤمن مستقبل أبنائي. سبحان الله يا عبد الله، تهدم مستقبلك الباقي بما تقول إنه مستقبل أبنائك. والله الذي لا إله إلا هو، إن اشتغلت بالآخرة لا يلزم هذا أن تترك الدنيا، لكن المصيبة كل المصيبة ما نقع فيه اليوم من الاشتغال بالدنيا وترك الآخرة. أصبح أحدنا يا عباد الله لا يأتي إلى المسجد إلا عند الإقامة، هذا الذي يذكر بخير. وكثير منا قد لا يأتي إلى المسجد إلا عند تسليم الإمام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. شغلتنا الدنيا وشغلتنا ملاهي الدنيا عن كل خير. أصبح أحدنا إذا سمع بأمر من أمور الدنيا يكون من أسرع الناس إليه ومن أكثر الناس اجتهادا فيه، وإذا سمع بأمر من أمور الآخرة كان من أبطأ الناس. التقصير عندنا في الدنيا قليل، والتقصير عندنا في الآخرة كثير. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله عباد الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، وعودوا إلى ربكم، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم بشركم ببشارة عظيمة، فقال: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتفت يا عبد الله إلى ما مضى من أيامك وتفقد أعمالك، انظر إليها بعين البصيرة، فإن وجدت شيئا يغضب الله عز وجل فقف مع نفسك وقفة صدق، وتب إلى ربك توبة صادقة صالحة خالصة مخلصة لله عز وجل. اندم على ما فات واترك الذنب، واعزم على أن لا ترجع، فإذا الذنب قد انمحى، وإذا القبح قد غسل، وإذا بك يا عبد الله قد عدت طاهرا تقيا برا نقيا بدون ذنب. انظر يا عبد الله فيما مضى من الأيام وتب إلى الله توبة صادقة يغفر الله عز وجل لك بها ذنوبك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه الليلة المباركة في هذا اليوم المبارك أن يوفقنا إلى صالح العمل. اللهم يا ربنا رقق قلوبنا لطاعتك، اللهم رقق قلوبنا لطاعتك، اللهم رقق قلوبنا لطاعتك. اللهم اجعلنا للصالحات من العاملين وللسيئات من القالين الهاجرين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذه الليلة المباركة
اجمعنا بأهلنا وجميع أحبتنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. اللهم تب علينا ما مضى من أعمالنا. اللهم تب علينا فيما مضى من أعمالنا، واجعل الأيام القادمة خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، ولا تفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديك. اللهم حرم أجسادنا وأجساد والدينا على النار يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.